يا ولد، الكلب البلدي هو الكلب الرسمي لدولة إسرائيل. في الثلاثينات من القرن الماضي لما كانت فلسطين لسه فلسطين، كانت العصابات الصهيونية الهجانة وشتيرن والإرجون ومش مهم خالص انطق أساميهم صح بيستعدوا للاستيلاء على الأرض، وحبوا طبعا إن هم يستعينوا بالكلاب البوليسية. ولما استعانوا بالكلاب اللي كانوا جايبينها معاهم من الدول اللي كانوا جايين منها، الكلاب دي ما استحملتش الجو ولا استحملت الظروف في البلد، لأنها زيهم بالظبط غريبة على الأرض. فقرروا الاستعانة بواحدة من أهم خبراء السلوك، وهي مهاجرة نمساوية صهيونية واسمها رودولفينا منزل. قررت مدام منزل إن هي تنزل تتمشى في وسط البيئة الطبيعية الحقيقية لفلسطين علشان تشوف إيه الحيوانات اللي ممكن تنفع، وما لقتش غير الكلب البلدي، كلب حر ذكي متعود على الطبيعة متعود على الأرض لأن هي أرضه. وبتقرر منزل إن هي تجمعهم وتدربهم. وبالرغم من تسجيل الكلب البلدي في نادي الكلاب الفلسطينية في الأربعينيات قبل قيام الكيان المحتل، فمنزل اللي كانت بتحلم بوجود كلب وطني للدولة اللي مش موجودة أساساً، قامت بتسجيل الكلب ده في السجلات الأوروبية باسم كلب كنعان، وبقى حالياً موجود في السجلات الرسمية لأندية الكلاب العالمية على إنه الكلب الرسمي لإسرائيل. وطبعاً الموضوع ده مش غريب، لأن اللي سرق أرض وسرق أكل وسرق تراث وسرق ثقافة مش صعب يسرق كلب.